مقلوبي بالدجاج والباذنجان والخضار بهذا الشكل. تعالوا نحضرها مع بعض. بنحتاج دجاج مقطع تقريبا دجاجة ونص أو حسب ما أنتو بدكم، وبنحتاج باذنجان رومي 3 حبات كبار، حبتين بطاطا حجم وسط، حبتين بندورة كمان وسط، بصلتين وسط، وبنحتاج رز أبيض كمان. الكمية بتبقى حسب ما أنتو بدكم وحسب عدد الأفراد اللي موجودين. بنقشر الباذنجان والبطاطا والبصل وبنغسل مكوناتنا وبنجهزها علشان نفرمها ونحضرها للقلي. بنقطعها بهذا الشكل. الباذنجان بنقطعه ترنشات مدورة، بنخليها سميكة شوية، ما بنخليه مرقاق. والبطاطا نفس الموضوع، دوائر سميكة شوي. البصل بنعمله جوانح عريضة علشان ما يدوب معنا ويضل طعمه باين بالأكل. والبندورة كمان بنقطعها دواير عريضة زي ما انتو شايفين بهذا الشكل. مكوناتنا كلها جاهزة ومقطعة. في هذا الوقت بنحط الزيت على النار وبنخليه لحتى يسخن عشان نبدأ نقلي في مكوناتنا. بننزل البطاطا بنقليها، بنحمرها يعني نص نص، ما بنخليهاش كتير كتير تستوي. بنقلي البتنجان نفس الموضوع، بنخليه يستوي نص استوى، يعني يتحمر من وجه واحد. والدجاج بنقليه كويس. الدجاج بنخليه يتقلي لحتى يتحمر، لأنه راح ينطبخ على طول مع الرز. بنخليه يستوي مظبوط، بنقلبهم أكتر من تقليبي لحتى يصيروا بهذا الشكل. بنشيلهم من الزيت، بنخفف الزيت شوي وبننزل فيه البصل وبنقلي البصل وبنشيله من الزيت، بنصفيه وبنشيله على جنب. كمان بنخفف الزيت، بنخلي كمية الزيت زي ما انتو شايفين يدوب مقدار ملعقتين أو 3 معالق، ما بنكتر زيت لأنه المكونات مقلية. بنقلي البندورة آخر شي لحتى تصير بهذا الشكل. بنشيلها من الزيت وبنحطها على جنب. نفس الزيت اللي معنا اللي قلينا فيه البندورة بننزل فوقه الرز الأبيض بعد ما غسلناه وصفناه مظبوط. بننزله ناشف، بنقليه في الزيت في الطنجرة، نفس الطنجرة اللي عملنا فيها قلينا فيها المكونات. بنبدأ ننزل البهارات، بنحط ملعقة فلفل أسود، ملعقة من القرفة. القرفة أساسي ومكون كتير مهم في أكلة المقلوبة. بنحط نص ملعقة كزبرة ناشفة وملعقتين صغار ملح. بنحرك مكوناتنا، بنقلبها مع بعض لحتى الرز يشرب الزيت ويتحمص شوي معنا. بننزل عليه مي، نص كمية المي، لأن احنا الرز بدنا نخليه يستوي نص استوى، ما بدنا شوفوا المي، يعني المي منها كتيرة عشان ما يستوي الرز كتير. بنخليه يستوي على جنب. في نفس الوقت بنجيب طنجرة تانية، بنبدأ ننزل عليها مكوناتنا. بنحط البندورة، بنرش عليها شوية ملح وشوية فلفل أسود في الطنجرة. من الأول بنرش البصل اللي قليناه فوق البندورة على طول، وبنبدأ نصف الدجاج. بنحط الدجاج بهاي الطريقة، بنخلي الجلد ووش الدجاج لتحت عشان احنا هنقلبها عشان يضل منظرها حلو. فوق الدجاج بننزل البطاطا وبننزل الباذنجان، بنصفهم بهذا الشكل زي ما انتو شايفين. في هذا الوقت بكون الرز نشفت المية من عليه واستوى نص استوى زي ما انتو شايفين. بناخد الرز وبننزله فوق المكونات اللي صفيناها، اللي صفتناها فوق بعض. بنحط الرز فوقهم على الوش، بنفرده
بهذا الشكل عشان يتوزع بالتساوي من كل النواحي. بنجيب مي سخنة وبننزلها فوق الرز عشان يكمل استوى مع باقي المكونات. بنغطي الطنجرة وبنتركهم ربع ساعة يستووا، وهيك استووا معانا وصاروا بهذا الشكل. شوفوا على المنظر. طبعا اسمها مقلوبة، أهم اشي انه نقلبها. بنحط الصينية فوق الطنجرة وبنقلبها زي ما انتو شايفين هيك. ياه على المنظر، شوفوا بشهي. بنزبطها وبنرتب صينيتنا لحتى تصير بهذا الشكل. بنحط معها لبن رايب، وبنقدر نعمل سلطة بندورة مع أي نوع من الخضار معاها، أو صحتين يامي يامي. جربوها كتير رح تعجبكم.